عسلامة، شنحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. هذه دبارتي اليوم باش نشاركها معاكم، إن شاء الله تعجبكم وقعدوا معايا في الفيديو. كان عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا أبوني وفعلوا الجرس. وتوا نقعدوا مع الوصفة. بما أنه الطقس برد ديريكت أول حاجة نخمم فيها أنا خاطر نحب الحليلم. عملت حليلم، الحليلم العادية نعرفوها بون فماش حاجة دو بلوس. نحطو الحمص، نحطو الفول العربي هذاك المنفخ، نحطو القديد، نحطو شوية فول مصري نمرقو بالماء، نحطو ريشات رند ونخليوهم يغلوا للي الفول المصري يولي يذوب ذوبان معناتها. لو طون هذاك اللي هي طيب جيت هوني قصيت الخضرة متاعي، معدنوس، سبناخ، لفت وفول. نجمو نزيدو جلبينة، قنارية، سفنارية. أنا جلبينة وقنارية ما عينيش نهارتها باش نقعد نقشر ونفصص الجلبينة. هنا جيت عملت بصلة هكاكا، وقت اللي يبدا هو يطيب حطيت البصلة. هنا خديت 150 غرام فرينة، 70 غرام زبدة، ندخلوهم في بعضهم هكايا الزبدة والفرينة مع بعضهم بالكدا. معناتها باش نعمل هنايا بات بغيزي، معناتها الغوزات العادية. البات بغيزي ديما تاخد نص الكونتيتي متاع الفرينة زبدة، فص عظمة، والا اللي ما يحبش يحط فص عظمة ينجم يلم بالماء بركة، يكون بارد الماء باش يحافظ على التكستير متاع الزبدة. هوني عملت فص عظمة اصفر. كان تلمت فص العظمة هاكا، كان ما تلمتش نوليو نزيدو طرف الماء، لازم يكون الماء كيما قلت لكم بارد. هوني ما تلمتش بالاصفر دونك زدتها ماء بارد، ونحطوها في الفريجيدير ترتاح قد ما ترتاح، ونعملوها بكري ديما باهي. انا جوست قبل شقة الفطر نخدمهم. هنا كملت الحليل متاعي كي طاب الفول، تفقدته طاب الفول وهبي كيما احنا نقولوا الفول المصري. يبدا الحمص مازال شاد روحو، الفول الاخر اما الفول المصري يذوب ذوبين يولي. وقتها انا نزيد اللفت والفول، كان عندي سفناريا ولا جلبانه نحطهم في الوقيت هذايا. وكان جا عنا بالخرشف هذاك طويل العربي ولا الخرشف هذاك طويل، نوليو نحطوه من الاول هذاك خاطر ياخو وقت في الطيب. وحطيت شويه كراف الزيادة. هونيا شنو خديت الروسية الثانية هي جوانح مقليين. الجوانح سي ديجا انا خليتهم ونظفتهم وبيتهم في الخل، سي ديجا باش يسيبوك الدم اللي فيهم الكل ليلة كاملة. من غدويكا غسلتهم وشديت حاجات الزايدة اللي فيهم، عديتهم على الغاز هكا باش تنحت حاجات كي زغب صغير ولا هكا ريش ولا حاجة، تنحى الكل في الغاز. ومن بعد عاودت غسلتهم وخليتهم يتسقطروا مليح مليح مليح. هونيا في الصحفة هذي جي خديت الرايب ديالي، مغرفة فلفل أحمر، شوية من نفاح الدجاج، شوية كركم، مغرفة ناقصة نص مغرفة كركم تاع قهوة. وهونيا من بعد زدت عليهم زوز مغارف كيما هكاك كبار نشا، خاطر نشا يعملهم تكستور محليها يوليو يتقرمشوا. وزدتهم هوني مغرفة هريسة، نحب هاك اللون الأحمر هذاك المزيان، ويبداو كي حارين مفوحين بالكدا اونفان شوية ملح وشوية فلفل أكحل. كان عندك موتار زيد نجمو نزيدو الموتارد. انا نهارتها ما لقيتش موتارد، لوجت لا في المونوبري لقيت، حتى كي هبطت سونتر فيل حبيت نقضي ما لقيتش. نحطو هوني جوانح يبداو لازم مسقطرين، نمشي نلصق فيهم هكا معناتها يلصق فيهم هذايا الخليط اللي عملناه بالكدا. وهوني جيت حليتهم باش يزيد يدخل فيه الخليط في اللحم من داخل. هذايا شهوة صغاري. وهوني قد ما يرقدوا في الخليط هذاك قد ما يجيو بهين. واحد ماذا بيرو عملهم في الليل مثلا خير، هو هكاكا في نهارتها سي ديجا جاو بنين على الاخر. نكملوا هكا نخلطوهم ومن بعد ديريكت نحطوهم في الفريجيدير. ومن بعد كملت الحليلم، بديت بها الاولى خاطر تاخذ وقت الحليلم. مرقتوني بشويه ماء خاطر لقيتها بريسك باش تنشح، زدتها طرف ماء، فقدت هنايا الفول هذيك اللفت اللي حطيته قريب هما يطيبوا. خلطت الخضره اللي قعدت لي، السبناخ والمعدنوس، ودو بريفيرونس ما تكونش الخضره طايبه بالكدا، ناخذوا منفعتها وزيدوا نتبننوها اكثر. انا ما نحبش الخضره على الاخر طايبه. وديما نمرقوا بالماء سخون، هذيك شقاله كيما ناس بكري يعملوها، دونك منو الفطور يطيب وهي تسخن. هنايا المايونيز، جيتوني على جنب عملت مايونيز خاطر جوينح لازمهم حاجه الاولاد يحبوا يعديوها بحاجه، كاتشاب ومايونيز. عملت نهارتها كاتشاب في الدار ومايونيز في الدار. المايونيز سهل، خذيت
4 أصفر عظم هوني كونتي كبيرة، 4 أصفر عظم، وخديت هاذاك الكاس هاذاك 250 زيت بريسك، وعصرة قارص وإلا كان ما عندكش قارص خل، أنا هنا فوحت بالثوم، وفي الآخر زدت شوية ما وجا عاقد خليته عاقد، هُم يحبوه عاقد نهارتها، عملته لهم عاقد. هنايا جيت خديت البطاطا قصيتها بالماكينة هاذي باش يجيو كلهم قد قد، تعجبني تجيب القصة منظمة كيما في les restaurants. هونيا عندي الماء سخون ورميتها في الماء سخون، أنا ديما هكاكا نعمل البطاطا باش تجي تتقرمش وما تشربش برشا زيت، تبدا تتقرمش من برا طرية من الداخل وما تشربش برشا زيت، فنحطها في الفور مي يلاه غالب صغاري يحبوا هكاكا البريود هذيا، وهما صايمين دونك ناخذ بخاطرهم ونعمل لهم مالغري نعرف مش صحي برشا المقلي مي ميسالش. طابت الخضرة دونك هوني حطيت مغرفة متاع ماكلة طماطم، مغرفة متاع ماكلة فلفل أحمر، ومغرفة تيبل وكروية، ونخليوهم يغليو شوية ومن بعد نمرقو، وديما نمرقو بالماء الدافي اللي احنا حاطيناه في الشقالة اللي فوق فم الطنجرة. هنا الحليل مطيبت كونتيتي كبيرة خاطر جاري نعملو ديما على نهارين 3 وأنا الحليل منحبها معناتها نهار على نهارين أنا كليتها دونك ناكل كان هي أكثر حاجة ناكلها هي. هوني البات ارتاحت جيت حطيتها في الليمون بالفاصون هذيا والا نطرحوها على الرخامة ونعملو دويرات ومن بعد نحطوهم طول، المهم يبداش خشين البات مش تجي حشو اكثر من البات، ماذا بينا ديما نجودو في البات ونحاولوا نقدو لي بالكدا مش تجي الفينيسيون مزيانه بعد التياب مش ما تهبطش برشا. هوني حطيتهم كبار برشا دونك خديت كعبتين من الكبار ورجعت خديت لي مول نتاعي الصغار هذوما حطيت فيهم العجينه، بعد ما نكملوهم نرجعوهم للفريجيدير يزيدو يبردو خاطر بسخانة الكوجينة تزيد تطرى العجينة. هوني الحليل مغليت دونك جيت خديت شوية حليل هكايا بالعين أنا نحط بالعين ونشوف من الطنجرة، حطيت هكا بيدي هزيت زوز كمشيت بيدي هكايا حليلة ورميتها شو محلي ريت كيفاش ملبية الحليلة ما كالفول المصري هذيك والخضرة تبدا طايبة مش زبدة باينة الخضرة شا محبيش طايبة زبدة أنا موفعتها الكل تمشي ونخليوها تغلي بجنبي. هوني خديت قلية وحطيت فيها شوية زيت زيتونة والا زبدة كان تحب وزدتهم هونيا زدتهم القرع الخضر قرع بوتوزينة ولا غورجيت نورمالمون نقصو انا اصغر شوية ما نقصهمش رونديليت كبار اما زربني الوقت يكهو وزدتهم زيد البصل الابيض هذاك الربعي دي لاميل هكايا وصوتيتهم زدتهم شوية ملح شوية تونة ملح جوست باش يذبلو في ساعة هكايا اما مش يذبلو يطيبو على الاخر جوست هكا شوية بركة. واللي فون دو تارت هونية بعد ما طلعتهم من الفريجيدير نقبتهم وطيبتهم في الفور مدة 5 دقائق على 160 درجة، معناتها انتي وفورك وعينك ميزانك ديما تتفقد. هونية كملت حطيت القرع والبصل والثوم وزدتهم من هونية قوطة هكايا مرسوات انا نهارتها نزرب عملت هكا تنجم انتي تحط في صحفة قوطة وجبن والثوم تركضهم مع بعضهم ومعهم الكريم فريش والعظمة وبعد تصبهم في معناتها في لي فون دو تارت اما انا نزرب وهكا ظهر لي نهارتها كل مرة كيفاش. هوني خديت نص بو دو كريم فريش مش بو كامل هذيك البواطة الإيباس مش ليكيد ومعهم عظيمة ركزتهم ملح فلفل أكحل وصبيتهم فوق منهم منظرهم جاي شاهين بعد ما حضروش هذوما على الشقة نفطر راهما قلت لكم في ساعة الوقت فاتني دونك كهو حضرت الطاولة ذوما من بعد خلطتهم. ونيا بما انه كما قلنا الوقت يزرب ما رابيتش الجرويير خاطر ما خدتو مرسوات دونك حطيتهم هكايا ترانشيت صغيرين اما نورمالمون كي يجيو رابي احسن وديريكت الفور على 170 درجة مدة 10 دقائق وكل واحد عينو ميزانو في الفور نتاعو. من بعد خديت قلية حطيت فيها شوية زيت زيتونة وشوية زبدة وشوية ثوم قليتهم مع بعضهم باش الثوم يعطيك البنة ديكا وحطيت عليهم كيس روز قليتو شوية الروز ومن بعد زدتو زوز كيسين ماء وعرشة رند وفلفل أكحل وملح كالعادة طيبتو سامبل الروز وغطيتو هكا. هنا خديت الجوانح هذوكا حطيتهم في شوية شابلور بلاش عظام شابلور هكا وقليتهم وجاو طوندغ على الاخر ويتقرمشوا مش نورمال.
قبل ما نقلي الجوانح سي ديجا أنا قليت البطاطا اللي سمطها، ما صورتش خاطر كيما قلت لكم نزرب، وهكا طاولتي حضرت، هكا ناقصة التخت خاطر مازالت التخت وقتها في الفور، دونك حلال كي حطيتها زدتها من هونيا شوية نعناع، رشة نعناع هكا زيتها بنة أخرى، نعناع شايح هكا يبدا بودر، وهوني لي تارت نتاعي هاكا مازالوا في الفور مازالوا ما كملوش. كهو شقينا فتنا لو طون اللي حضرت التارت شيسا حضرت هي من بعد. هكا هذه كانت تبارتي ان شاء الله عجبتكم، ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. هذه التارت شو مش تشهي فريمون بنينه بنينه، جربوا القرع والبصل مع بعضها. نطلب منكم تشتركوا في القناه تشجعوني وتدعموني. وفي السهريه كانت هذيا تارت تارت كريم باتيسير فريز وكيوي. توا ما نقولكم كان بسلامه.